السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكون الأمور كاملة مزيانة إن شاء الله. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الدار بلدية مع واحد الغرسة اللي جات تبارك الله ما شاء الله غزالة ورائعة. كيف كتشوفوا إخواني أخواتي، جات على الطريق، الدار باقا مصلوحه مزيونه، الدار بلديه باقا مصلوحه باقا مزيانه وفيها هاد الكراج. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، الطريق هي هذه، الطريق قريبه يعني على الطريق. كما كتشوفوا الواحد يدخل الطوموبيل ديالو هنايا ويدخل من الدار ديالو، والغريسه فيها كبيره تبارك الله. وصل الضوء اخواني اخواتي، والماء حتى هو كاين وصل، ولكن ما مدخلينهش لحسب عندهم العيون قرابين وكلشي قريب هنايا، يعني ما محتاجينش الماء. وتبارك الله حتى الارض تبارك الله فيها الماء تبارك الله، اللي بغى يحفر البير ولا شي حاجه الارض تبارك الله معمره بالماء. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، الدار هي هذه، غنشوفوها مع بعضياتنا ان شاء الله، وعاد غنمشيو باش نشوفوا ان شاء الله يا ربي نشوفوا الارض اللي تبعها. تبارك الله الدار كبيره. هذا المحل اللي فوتناه دابا فيه السيلان كبارين، غير فيه الناس داكشي باش ما تدخلش نصوروا. هنايا البيت هذا فيه بيت النعاس كما كتشوفوا، حتى هو ما بغيتش ندخل، يعني كما كتعرفوا الحاله الخصوصيه ديال الناس. وهنا الكوزينه غندخلوا ليله وموطع الكلاس. كيف كتشوفوا معايا تبارك الله، هانتوما ها هي الدار، يعني الكوزينه بلاصه الكلاس والطواليت محيدين، الصيلان محيد والبيت النعاس محيد. الدار باقا مزيانه، يعني الدار ساكنه. كيف كتشوفوا فيها الكوزينه فيها طواليت تبارك الله، كما كتشوفوا غزاله ما شاء الله كبيره، وحتى الغرسه ديالها كبيره. نمشيو اخواني اخواتي باش نكتشفوا بقيه ديال هاد المنزل هذا، ونكتشفوا الغرسه اللي فيها. الارض اخواني اخواتي ملكيه موروثه ابا عن جد، ولها واحد، يعني الارض ملكيه كما قلت لكم، يعني موروثه ابا عن جد، يعني قديمه عنده تبارك الله ما شاء الله. مطع غزال، جو رائع، جا مكان مخير. ما عادش نقول اخواني اخواتي في كاين، اسمحوا لي، لان الخبر في راسكم، يعني اي حاجه كنحطها كيمشي مورايا، يعني اللي بغاها غادي يتصل بيا وانا غادي نقول له في كاينه. صراحه بلاصه غزاله ما شاء الله، بلاصه ممتازه. نمشيو اخواني اخواتي نكملوا لهذا الفيديو. كما قلت لكم هنايا كاينين السلام كبارين، اللي كاين بيت النعاس، كاين الكوزينه بوحديتها ومعها بلاصه د الكلاس. وهنايا هاد الدويره هذه كما كتشوفوا الدار بالسواري ديالها بكلشي، يعني الدار مخيره مصلوحه غزال. نمشيو اخواني اخواتي باش نشوفوا الكوري اللي فيها، ونمشيو نشوفوا عاوتاني مع بعضياتنا الارض اللي فيها حتى هي. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله فيها هاد الكوري هذا، غنمشيو نشوفوه مع بعضنا. وفيها الغرسه كما قلت لكم جات كبيره ما شاء الله، وكامله عندها فرشده على الطريق. عندي واحد الطويرين اخواني اخواتي مصدعين الدنيا، واش يسكتوا كيدرزوا معايا انا نهضر هما يهضروا. المهم كما كتشوفوا اخواني اخواتي، هذا الكوري اللي وريتكم دابا، اللي بغى يعمل فيه تجيوجات ولا معيزات ولا شي حاجه. والارض كتبدا من هنايا، عندها الطريق من تحت والطريق من فوقي، عندها جوج الطرقان. من بعد غنوريكم الطريق التحتانيه حتى هي، والطريق الفوقانيه اللي هي الطريق ديال الطريق الوطنيه، طريق الكودرون، يعني على الطريق الوطنيه، ماشي زعما الطريق ديال التشار، ولا طريق رئيسيه. نمشيو باش نشوفوا اخواني اخواتي يعني مع بعضياتنا فين كاينه هاد الغريسه هذه اللي باقا معها الدار، كاينه هذه اللي مع الدار، وكاينه وحده اخرى اتجاه الليهن. غنمشيو حتى هي نشوفوها مع بعضنا. كاينه واحد البرير كحاشاكم عاملينها نتجرى، راه هي فين هي، يعني الجرات تبارك الله ما نقول لكمش شحال حارسين هنايا، يعني ما يخليو حتى شي واحد يدخل هنايا. معايا مول الدار ومصابه يخليوك الدوز. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، الغرسه ديالها هي هذه. غادي نمشيو كامله نتراوها مع بعضنا ونشوفوها ان شاء الله كامله. كما كتشوفوا هانتوما اخواني اخواتي، غادي رجعنا من نقطه البدايه، يعني من الرواه وقع لي واحد الخلل بسيط. كيف كتشوفوا هادو الدرجات ديال الدار، ومن هنايا غادي نمشيو باش نشوفوا كما قلت لكم الغرسه.
تبارك الله الغرسه كما قلت لكم اخواني اخواتي كبيره ما شاء الله، اكثر من 3000 المتر فيها اختار، يعني كبيره تبارك الله، ماشي معبوره. يعني اللي غادي يديها غنعملوا لها الكروكي ونعبروها ان شاء الله مع بعضنا، وديك ساعتك ان شاء الله نعرفوا شحال فيها المساحه بالضبط. الوريقات ديالها صافين ومزيانين، ما فيها لا مياه وغابات ولا ارض سلاليه ولا حتى شي حاجه. الملك صحيح صحيح فصيح حتى التحفيظ اللي بغى يحفظ غيحفظها. كما كتشوفوا هنايا غادي نمشيو كما قلت لكم باش نشوفوا الارض اخرى اللي تابعه لهاد الدار هادي. من هنايا غادي نطلعوا اخواني اخواتي، عاد نرجعوا للاتجاه التحتاني باش نشوفوا عاوتاني الطريق التحتانيه كيفاش عامله. كما قلت لكم ما موجودين تبارك الله هنا العيون عناصر تبارك الله موجودين هنايا تبارك الله. ديك الارض ملي صورناها اللي الجهه ديال اللي هنا عامره بالماء، يعني البيور اللي بغى يحفر البير الماء موجودين تبارك الله. الماء د العنصر، يعني الواحد ما يفكرش في الماء موجودين هنا بزاف. هنا كما كتشوفوا فرشه اللي على الطريق هي هذه، وهنايا هاد مور الدار منا الطريق كما كتشوفوا هاد التوسعه والطريق. دابا هذا الاتجاه اللي فيه الدار كما كتشوفوا داك الجرو كياكل الدنيا ماكله، كنت كنخاف عاد يتقطع ويجي لي عرفتي داك شيام بوليس كبارين هذاك ماشي جرو عادي. كما كتشوفوا تبارك الله ها هي الغرسه اللي قلت لكم، الغرسه تبارك الله كبيره، الارض كبيره وصلت ديك العرعر راه هو، وكتحد بالطريق من تحت وكتحد بالطريق من فوقي. كتشوفوا معايا تبارك الله، يعني الارض تبارك الله فازكه كامله بالماء. هو دا كتكب الماء فواحد الاتجاه ما قدرش صراحه حتى نعدي الجهاد الليل. كما كتشوفوا الموطع ديال الماء هو هذا، ما تبارك الله عامره بالماء. والغرسه هي هذه كتبان لكم كامله، هي هذه كتحد بداك العرعر راه هو وطلع حتى الطريق، الفرشده ديالها حتى الطريق. بالنسبه للثمن اخواني اخواتي الثمن ديالها هو 47 مليون. 47 المليون هو الثمن ديال هاد الغريسه هذه مع هذيك الدويره اللي جات على الطريق مع الكراج. صراحه رائعه ما شاء الله، رائعه وغزاله تبارك الله. وكما كنقول لكم دائما اخواني اخواتي، اللي غادي يعيط لي الاول هو اللي غتكون من النصيب ديالو ان شاء الله يا ربي. الله يسهل الامور للجميع. كما كتشوفوا اخواني اخواتي هنايا فيها هاد الارض، في هاد الارض هذه فيها هاد الشطيبات اللي كتشوفوا هنا، هاد الغويبه هذه يعني هنا كيعملوا المعاز كيخليوهم هنايا في الظل، وهي هو دا كما قلت لكم حسن الطريق. بالنسبه للرخصه اللي بغى يعاود البنيه ولا شي حاجه راه كاينه، يعاود يعني اعاده البناء. كما قلت لكم الضوء وصل، كاين الماء كان الضوء، الماء حتى هو راه كاين هنا، الماء ديال الشركه كاين عند الناس، ولكن هاد الناس هادو ما بغاوش يدخلوا الماء على حسب الماء حداهم موجودين تبارك الله. الماء العيون موجودين كيعملوا غير القومه وكيعمروا الحاجه اللي بغاو. وكيف كتشوفوا معايا اخواني اخواتي الزرب ها هو هنا في هذه البلاصه هذه، الزرب اللي هو على الطريق التحتانيه، يعني الطريق ديال الناس اللي دايزين منا، يعني كاينه الفرشه ديال الطريق من تحت والفرشه ديال الطريق من فوقي، والغرسه هي هذه اللي كتبان قدامنا كامله تبارك الله. غرسه رائعه ومزيونه تبارك الله، ويعني على الطريق واحد المنظر فيها غزال. يعني كما كتشوفوا كاين هذا الطرف هذا والطرف اللي فيه الدار تبارك الله جات ما شاء الله، يعني في المستوى تبارك الله. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي مع عقارات بشرى الطنجاويه، دائما الهميزات ودائما الجديد ودائما يعني سبحان الله العظيم. ربي كيجيب لنا الحاجات اللي فيهم الخير ان شاء الله يا ربي، والحاجات اللي مزيانين. اما الحاجات اللي هيدا وصافي راه ما كنشدوهمش. كما شفتوا راه الماء تبارك الله في كنوريه لكم هنايا في الارض هوادين تبارك الله، الماء ديال العنصر، يعني الماء بوحديته هو تبارك الله. مي غنكون ما هو مع الطريق، مي غنكون ما جا مع الطريق غنوري لكم داك الماء اللي هو من الغرسه، غنوريه لكم باش تشوفوا الماء اللي هو دابا مع الربيع ما كيبانش. المهم مي غنكون ماشيه مع داك يعني الطريق التحتانيه غنوري لكم داك الماء اللي كيهود باين، انا نوريه لكم ديك الساعه. كما كتشوفوا راه ديك العرعر فين هو تما واصله الارض. كما قلت لكم اخواني اخواتي تبارك الله، يعني الحمد لله دائما كيجبنا ربي الحاجه اللي فيها الخير ومزيانه، والحاجه اللي كتكون فيها شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا كتكون فيها شي
المهم كيكونوا بزاف الحاجات اللي كيكونوا ماشي هما هادوك، راه ما كان واخا كنكونوا عملناهم في القناه وداك الشيء، الا عرفنا فيهم شي حاجه راه ما كندوزوهمش للناس. المهم الحمد لله ديما كنحطوا الحاجه اللي كتكون مزيانه وصافيه باش ما بقاوش متبوعين بشي حاجه. وحتى الناس عاوتاني يقولوا الله يعمر السلعه، ما يقولوا شي الله يخليها سلعه. هاد الناس عبروا علينا، يعني خصنا ضروري نحمروا وجهنا ونصفيو الضمير ديالنا مع ربي ومع الناس. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. المهم نمشيو مع بعضياتنا كما قلت لكم باش نرجعوا ونمشيو نهبطوا لديك الارض التحتانيه، يعني الطريق التحتانيه باش نوريكم داك العنصر اللي هود. هانتوما اخواني اخواتي تبارك الله الارض كبيره، ما قدرتش نسراها كامله بداك الماء اللي كاين هود، يعني ما قدرتش الصراحه خفت نغرق فيه بداك الماء داكشي باش ما دوزتش. المهم صورتكم عيم هنا. دابا غنطلعوا بحالنا من هاد البليصه هادي حتى هي محسوبه على الارض في كاين هاد الشطب هادو، ونمشيو باش نكملوا ان شاء الله مع بعضياتنا هاد الفيديو هذا الرائع والجميل جدا. وكما قلت لكم اخواني اخواتي راه ما نقدرش نقول للناس يعني يعني ندوز شي واحد، يعني كلشي كيعيط لي، كلشي موصيني، واللي عيط لي الاولاني ومتبعني وتبع الاحداث لي فيديوهات الاولاني هو اللي غادي تكون من النصيب ديالو هاد السكينه ان شاء الله يا ربي. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. المهم نكملوا مع بعضياتنا كما كتشوفوا تبارك الله المعيزات اللي قلت لكم كيمشيو تحت داك الشجر تما كيكونوا جالسين، يعني ملي كتجي الحراره كيجلسوهم تمايا، وفي الليل كيكونوا في داك الكوري. وهنا دابا غنرجعوا من جينا، يعني غنطلعوا حتى الطريق باش نمشيو مع الطريق التحتانيه عاوتاني ونوريكم فرشده ديالها تحتانيه، ونعاودكم معطيات كما قلت لكم اخواني اخواتي. الدار بلديه مصلوحه مزيونه وفيها ديك الكراج اللي شفتوا على الطريق الرئيسي، وبالنسبه للمساحه تكون فيها اكثر من 3000 د المتر، راه كبيره تبارك الله. بالنسبه للثمن هو 47 د المليون. الوريقات ديالها مزيانين ومخيرين، ارض وراثيه موروثه ابا عن جد، مولاها واحد ما فيهاش الورثه كما كتشوفوا اخواني اخواتي. والمنظر من هنا رائع. بالنسبه للضوء واصل والماء موجودين هنايا، الماء ضد العنصر د العيون تبارك الله كلشي موجود الماء هنايا. مما دوزتو كتلقاو الماء، واللي غادي يتكتب له غادي يجي ان شاء الله لهنا بعويناتو غيشوف كلشي، ما نخبعوا ليه حتى شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. المهم دابا ملي طلعنا من الطريق غادي نهبطوا ان شاء الله يا ربي لطريق اخرى تحتانيه، ونجيو معها ان شاء الله باش نوريكم عاوتاني كيفاش عمل الديكور ديالها من تحت، ونختموا مع بعضياتنا الفيديو. هانتوما اخواني اخواتي فرشده ديالها كبيره تبارك الله، يعني اختار من 50 متر ديال الفرشده اختار، يعني عندها يعني الواجهه كبيره تبارك الله على الطريق. ودابا غادي نمشيو نتحيت كما قلت لكم. ها هي الطريقه ديالها اللي من تحت اخواني اخواتي. الارض هي هذه الفوقانيه كتحد بهذا الموطع هذا، غنمشيو مع الفرشده ديالها كامله من تحت كما كتشوفوا اخواني اخواتي. داك البلاصه ديال الماء اللي قلت لكم هي هذه، ما نعرف واش صورتها ولا لا صورتها. ها هي ها الماء فين دايزين اخواني اخواتي تبارك الله. شوفوا العنصر اللي هود من الطريق، هي هذه هذا الماء اللي هود من العنصر ديال الارض اللي في وسط الارض، ها هو من الارض ودايز من هنايا. عاملين له داك البليصه فين كيدوز الماء. داكشي باش قلت لكم ما قدرتش نعدي موطع اخر، يعني تبارك الله الماء موجودين. واحد يحفر 2 بيور هنايا ويعمروا بالماء تبارك الله. هذا العنصر ما شاء الله ما شاء الله، يعني الارض مخيره تبارك الله. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي، والطريق ديالها هي هذه. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، وتكونوا استمتعتوا معايا وتنزهتوا وتساليتوا وتفججتوا، واللي ما شرا يتنزه. المهم هانتوما منزهين ان شاء الله معايا، والله يسهل على الجميع، الله يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. والله يعطينا الصحه ليكم ولينا، ورزقنا ورزقكم ورزق جميع المسلمين الصحه والسلامه والعافيه وما كتمنوا ان شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كان اخواني اخواتي. المهم ما تنساوش اختكم باللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، على اللايكات ديالكم، على الكومنتات ديالكم الرائعه والجميله جدا. الى اللقاء اخواني اخواتي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.